في عيال وفي أطفال وفي بنات وفي أسر، اتقوا الله. صحيح هذا كلام. أنا ما زلت أقول دائما للمنتجين، وخاصة في دول الخليج وخص فيها بعض الأعمال الكويتية، والآن ما يخلو من حتى أعمال خليجية. طيب، صار استعراض وقصص. استعراض الإيش؟ استعراض لللبس. أوكي. هذا واحد. يزعلون ما يزعلون. أنا حتى وقتها لو تكمل الفيلم قلت أنا كان عبد الحسين وعدنان حبيبنا وصديقنا رحمة الله عليه وأستاذنا الكبير، دائما نقعد معه ونتكلم معه في المهرجانات ودائما يحتفل فينا. طيب. أنا وعبد الله ناصر قلت أنا يعني أوجه رسالتي للأستاذ عبد الحسين عبد الله وحياة الفهد وسعاد عبد الله، هم الناس الكبار يقدرون يسيطرون يحتوون الحالة اللي تجي تمر. يجيك واحد منتج ما له أصل ولا فصل، طيب، ويقول أنا كويتي. أوكي، قدم شيء ينفع المجتمع. كله خيانات، كله غدر، كلها يعني وش الحياة اللي كلها خيانات وغدر. يا أخي في أطفال أعمارهم من 9 سنين 8 سنين ل 11 سنة 12 سنة يقولون هذا مجتمعكم، يقولون هذا حياتكم، إذا أنتم كذا، إذا هذا الصح اللي هم ينظرون له. طيب، في منتجين كويتيين أساسا يعني ويسوون نفس اللي أنت قاعد تقول عنه. ولو كان منتج كويتي خير يا طير، يعني أنا أتكلم عن المحتوى. لكن بعض الناس يقول لك انهم مهم اصولهم كويتيه، هذا لان سمعته من بعض الناس اللي هم الاعلاميين. يعني موضوع الاصول هذا والكذا، يعني عارف انت، احنا ما يعني ما المساله مساله فنيه، مساله فن، يعني مو انا اتابع هذه النقطه، انا ما هي مني. ايه؟ انا اتكلم عن بعض الناس اللي يقولونها. يعني واحد عايش في الكويت ورابي في الكويت وشايف تفاصيل حياة الكويت، أوكي. هل يرى هذا صح؟ تحداك، معلش أنا باحترامي لك، لو هو شايف حياتهم وشايف شلون بساطتهم وشايف شلون طرحهم وواقعيتهم والمرأة شلون متحشمة وتشوف اللبس تغريني على الشغلات، بفتح لك ما علي الحين بيجيني هوشة من الناس من الكويت أنا ما أعلم منهم. لا انت قاعد تتكلم بالفن، انت ما قاعد تتكلم عن شيء. حاولوا قد ما فيكم اطرحوا مواضيع تفيد المجتمع، صح، ما عندي مشكلة. احيانا احنا بننتقل مكان ثاني، ما في انتقل، خلينا ابرد على هذه اترك عنك الرجيله. لا لانه هذا موضوع والله خطير، والله ممتاز، والله انا معاك. انا اذا استمر سواء صار اصوله كويتيه ولا اصوله ما هو كويتيه ولا على قولهم طاعونيه ولا ليبي ولا اي شيء، ان شاء الله يكون انت تتكلم مساله اخلاقيه، ان شاء الله يكون من ديرتي، ما عندي خلاف. خلاص انا اتكلم عن الكل. طيب، هذه مسؤوليه، والاطفال اللي قاعدين يتابعون مسؤوليه مع